السينيال نتوما عليكم الا التكبيس والبارطاج، بارطاجيو وكبسوا كتبوا جود لايف. اخوان تيقولوا لي راه اللايف كيتقطع عادي، لان غنوريهم الحقيقه ديالهم ديال النظام. انا اكرر النظام الاخوان من النظام كله. خويا رضوان لاباس عليك بخير؟ الله يبارك فيك سي مصطفى، مرحبا بك، تفضل. خويا رضوان اسمح لي، راه عندي الويفي شويه ناقص، راني بعيد شويه على الويفي، لهذا الصور معايا. الى انا ثاني من دوك الناس اللي طردوهم من الجزائر. داكور. كنت انا من دوك الناس اللي طردوهم من مواليد 1954 لو 29 11 54 بني صاف، مدينه بني صاف. بني صاف في الجزائر. بني صاف الجزائر. واه انا زدت تماك مغربي. لا انا ما مشيتش اولدي، انا زايد تماك. انا الوالد ديالي مشى هو وبنت عمو اللي هي امي، وكان جدي معاهم، حيت جدي ديال با كان توفي، وكان غير جدي ديال با ديال الام، وكانوا عائله وحده. عارف ملي يموت الاخ الاخر يحضرنا ولادو. هذا جدي حضرنا عمومي والاب ديالي هو الكبير الله يرحمهم. نعم. كانوا عائله واحده. المهم مشاو من واحد ديال مشيت 35 40. اوكي. كان مشاو نهار بكريم. جراو عليكم السي مصطفى، نتوما نهار جراو عليكم؟ انا لو جور بالضبط لو 18 ديسمبر. دي 18 يعني بعد العيد الكبير. بعد العيد الكبير. واه انا عاود لي الطريق كيفاش درتوها وكيفاش تجراو عليكم؟ جاو دقوا عليكم؟ شنو داروا لكم؟ كيفاش داروا معكم؟ انا كنت في واحد المدينه بعيده على المدينه ديالي، ماشي بعيده بزاف، ولكن ما حضرتش حيت حنا جاو فرقونا. الوالده الله يرحمها جات بوحدها. الوالد داكور الله يرحمه كان ايميغري اون فرونس، كان فيرساي. قلت لك جاو داو الوالده وواحد وخوتي. بقيت انا واحد الاخ ديالي راه توفى الله يرحمه كبر مني، كان في وهران خدام، وانا كنت نقرا في الحمام بوحجر، نقرا اصول الدين تماك، القران والى اخره. تفضل. ايوا بعد جا عندي واحد السيد ولد خالي الله يرحمه راه توفى، قال لي راه تكلم للدار، خالك راه بغاك، لان الوالده ديالك راهم داوها للمغرب، ايوا راه جيت مشيت فينا تاع الاخ ثاني كانوا صيفطوا لي باش يجي. اجتمعنا هذاك النهار اللي خلطنا فيه بايتين. غدا ليه الصباح مع ديك 12 تاع النهار جاو عندنا لي جوندارم. جاو حيت حنا كنا شويه على لابيل، غير بواحد 1 كيلومتر هذاك. جاو عندنا حنا موجدين رسالنا باش نجيو، حيت الوالده وخوت راه مشاو. نعم. موجدين رسالنا باش نمشي. قال لك نتوما مغابه؟ قلنا ليه يلا نمشيو يلا. ايوا هزونا في لي جيب ديالهم، داونا واحد السونتر تما كان عندهم، جلسنا حتى لديك مع ديك العصر، مور العصر شويه هودونا للكوميساريه. عطاوكم الماكله؟ والله حتى الماء ما يخليوك تاكل. راك تعطيه بالفلوس تقول له شري لي ما يعطيكش، تقول لي هاك الفلوس صيفط لي تسخر لي. هادو العسكر الجزائري ما يتسخروش. داكور. لا لي جوندارم ولا بوليس، حنا ما شفناش عسكر، ماشي يعني ماشي هما اصلا دي ميليتير، ولكن بوليس جوندارم ماشي العسكر. المهم جينا في الليل، بقاو داك الشيء جاو دخلوا نزونا للطرف. ملي بغاو يديروا ديك التقلاب يفتشوا واش عندك فلوس، واش عندك. بغاو يفوتوا بالواحد واش عندك اللي هذاك ما عندي والو. قلب هذاك فات فوتوا كل شيء. ابري داروا لنا لاردواز. نعم. شنو هي لاردواز؟ داروها اون لاردواز كاتب فيها لو نون ديالك هكذا، داروها لك هنا في صدرك، داروها لك في صدرك، ويصوروك في تو لي كوتي. نعم. واخا مور ما جراو عليكم السي مصطفى، هنا جيتي للمغرب اندمجتي بسهوله، خدمتي الحمد لله مع خوتك، عشتي مع خوتك مزيان؟ الحمد لله. خدمت، مشيت اندمجت، كملت شويه الدراسه اللي كنت انا نقرا فيها، وعليها رسلوا لي العمل. مشيت خدمت في الدار البيضاء
فدرك راهي سميتها مارسا ماروك. مارسا ماروك تخي بيان. الله يعاونك السي مصطفى، الله يسهل عليك. الاخوان دابا شي شويه غيطلع معنا الرئيس ديال الجمعيه المغربيه للمغاربه ضحايا الطرد التعسفي، واللي بالمناسبه هما بوحدهم في الجمعيه وقفوا الدوله الجزائريه وخلاو الدوله الجزائريه انها تطبق عليها الامم المتحده، دير عليها توصيات. وهادشي غنشوفوه، لانه هادشي راه كثر، راه ماشي غير ما بين المغرب والجزائر، راه وصلت للامم المتحده. هادشي كله غنشوفوه مع السي ميلود. دابا غنشكرك السي مصطفى، غنمشي عند السي عمر. تفضل اخي عمر. الاخوان السينيال كاين، بارطاج، تكبيس، برافو، بيست لايف، جود لايف، كتبوا دوك الكلمات وبارطاجيو، الله يخليكم بارطاجيو. تفضل السي عمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته. السلام. السلام السلام عليكم. الأخوات في الجيست، الإخوة والأخوات أيضا في التعليق. والله أخي رضوان، غادي نعطيك واحد المثال حي. بما أنك إعلامي، كتعرف قائمة بالعوشي؟ كنعرفها حتى هي مطروده. ايوا، هي من ضحايا هذا الطرد التعسفي الذي لا يمت لا ماشي بالاسلام، لا يمت بالانسانيه بصله، لان الوحيد اللي قام بهذه العمليه هما الكفار. من كان نهضه الاسلام بداو بالضعفاء. وانا عندي خالي خير رضوان، عندي الخال ديالي يخدم 20 سنه في الحدود كيوطنو في الجيش في المغربي، كيوطنو في الحدود المغربيه الجزائريه. وقال لي يعني كان يحكي لي هكا من نكونوا نتحاكم الحروب المغربيه الجزائريه، قال لي هذه القضيه نتاع الطرد التعسفي هو ضعف الجزائر عسكريا امام المغرب. يعني ما قدرش يواجه المغرب عسكريا امام المغرب، فكان له الشيء الوحيد انه شوف على يعني واحد الجبن، واحد لا تجده حتى في يعني انسان ما كانش الانسانيه كما نقول. مشى لهذوك الناس الضعفاء اللي في الجزائر، عزل، اطفال، نساء، وطردهم بطريقه تعسفيه. يعني وتخيل معايا اخي رضوان، كانوا ياخذون حتى يعني الحلقات والسلاسل اللي كانوا يديروهم. يعني احنا النساء المغاربه معروفين انهم يبغيو الذهب، احنا النساء ديالنا معروفين انهم يبغيو داك الذهب، داك اللويل، هذاك وهذاك اللوز كينزعوها له بواحد الطريقه مسكينه، حتى الدم كيسيل لها، كينزعوها لها كاملودن، يعني بواحد الطريقه يعني لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كيحكيوها لي يعني، وان الجيران ديالنا في وجده يعني كانوا عندنا جيران انهم يحكيو لنا هذا المسائل، يعني شافوا الجحيم قبل حد. قال لي ارتحنا حتى دخلنا تراب المغرب عادي، يعني بدات المعاملات تبدل، وجا الجيش المغربي وعطاهم الماء وعطاهم دار لهم خيامات. يعني اخي رضوان في هذه القضيه هذه يعني والمشكله يعني الذي يثير الحزن يعني ماشي العسكر. انا اعرف بانه عسكر جبان، لان خصك تعرف اخي رضوان اجبن عسكر في تقريبا نقول لك في العالم هو العسكر الجزائري. يعني معروف عليه انه يختبئ في التكانات ويقتل الناس العزال، هذه معروفه، عكس الجيش المغربي الذي لم يقتل يوما شخص اعزل في الحدود المغربيه الجزائريه ولا مره. يعني هناك توصيه من عند يعني الجنرالات المغاربه يقولون لا تستعملوا الرصاص على الناس العزال، يعني سوى الا في حاله يعني طلق الرصاص، الا في حاله ما كيطلق الرصاص عاد تستعملوا تما يعني الدفاع عن النفس. ولكن الجيش الجزائري انه معروف انه كان يقتل الناس العزل اللي كانوا مساكين يبغوا. المهم اخي رضوان، الذي يثير حزنا هو ان في هذه القضيه هذه نتاع المسيره السوداء شارك فيها الشعب الجزائري ايضا، يعني بدون يعني كانوا يوشيو، كانت وشايه، كانوا يقولوا هذيك عائله مغربيه مثلا، فهمتني يعني الناس اكزاكتومون فهمني. يعني كانوا يقولوا لهم هذوك مغاربه، هذوك كانوا كيجيو كيقول لهم هذوك مغاربه. كاين اللي تخباو بعض الفئه، ولكن نقول لك اخويا رضوان انا يعني الناس اللي كيحكيوا لك كيقول لك فئه واش خوفا من العسكر، خاطر كانت العسكر داروا واحد الامر اللي يخبي مغربي السجن، واحد العقوبه سجنيه كبيره يعني، وبلا ما عاد الغرامه الماليه. يعني كانوا يمشيو على المغاربه اللي كانوا مساكين حاولوا يختبئون، لان كانت عندهم ممتلكات اخي رضوان. يعني تضع نفسه امامك انسان عنده يعني محلات تجاريه، عنده مال في الابناك، بس يعني اوبليجي يعني دفاعا على رزق اولاده غادي يحاول يختبئ. يعني هذه راه في شيء من الانسان، ليس ضعف منه ولكن مسكين خوفا على رزقه. غادي نشكرك اختي عمر. شوف باش ندوروا، باش كاين بزاف الاخوان باغيين يتفاعلوا. اخويا رضوان انا يعني نقول للاخوه الجزائريين لا تدافعوا على هذا النظام، لان من يدافع على هذا النظام فهو اجبن منه. هذا الشيء اللي غادي نقوله اخويا، والسلام عليكم. بارك الله عليك اخي. قلت الاخوان راه لو سينيال كاين، هو ما غيطيحش اللايف، غيبقى يتقطع. دونك شفا ديال التقطاع غنقول لكم بالبارطاج
واخا تبارطاجيو عاود بارطاجيو، حيت هذا الموضوع كيقيس، كنقولوا نوريهم الحقيقه. واذكر انه ما عندناش مشكل مع الشعب الجزائري، والشعب الجزائري ماشي هو اللي دار هادشي داروا النظام الجزائري. وهادشي علاش المغاربه من صغيرنا لكبيرنا كنكرهوا النظام. انا ما كنتكلمش باسم المغاربه، ولكن ما كاينش شي مغربي غتسولو على النظام الجزائري غيقول لك جود برافو، كلشي غيقول لك هكذا. كاينه لايك وكاينه ديسلايك. المغاربه كاملين بدون استثناء من البيبي الصغير يلا كتزاد غيقول لك هكذا ديسلايك للنظام الجزائري. علاش؟ وغيقول لك لايك للشعب الجزائري، حيت الشعب الجزائري حنا وياه خوت. حنا نتوما كتشوفوا شي هنا شي لهيه، علاقه القرابه، الدم، التاريخ، كل شيء. ولكن النظام اللي غيطرد هادو ولو يكونوا حراقه، قلت حنا غنفرضوا انهم كلهم كانوا حارقين سيدي، كلهم في وضعيه شرعيه. ونذكر انه غنشوفوا مجموعه الامور، غنشوفوا بعدا اش دا المغاربه لتما، شنو طرا للمغاربه، شنو دار المغرب بطبيعه الحال، شنو مشى للمغاربه، واش هذا الرزق ديال المغاربه ضاع ولا لا. وكاع الاسئله كلها غنشوفوها مع السيميلو دابا شويه. لا ما تبقاوش ديروها في سميتو غيطيح اللايف. لا النظام الجزائري هو نتوما كتبوا جود لايف بيست لايف. برافو. لو جينيرال تفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا اخويا. بغيت نجاوبك على واحد السؤال اللي قلتي دابا، اش دا المغاربه تما. نعم ممكن شوف، اش دا المغاربه تما كانت مجموعه ديال الهجرات كبيره في سميتو من الجزائر، من المغرب للجزائر. كانت وحده في 1912 من بعد الثوره ديال شريفه مزيان. وكانت الهجرة الثانية بعد القصف واحد جمال قطع الميكرو تفضل. كان الهجرة الثانية بعد القصف الفرنسي الإسباني اللي شمال المغرب بالكيماوي جذبت الأرض. كان هناك جذب، فالناس في الريف، لأن علاش أغلب الناس المطرودين الأصول ديالهم من الريف، واحد 80% كلهم أصلهم من الريف. الهجرة الثالثة هي في عام البون، اللي هو رسميا هو نهاية الحرب العالمية الثانية 1945. في الريف كيسميوه عام 60، حيث القمح ولا كيلو د القمح ب 60 ريال اسباني، وكان مبلغ خيالي بحال تقول واحد 1000 درهم الكيلو. هادو الهجرات الجماعية الكبرى. هاد الناس من كانوا كيمشيو كانوا كيهربوا من المنطقة الإسبانية، من منطقة السيطرة الإسبانية إلى منطقة السيطرة الفرنسية. فراه كاينين الناس اللي هاجروا بقاو في وجدة، بقاو في توريت، وكاين الناس اللي دخلوا الجزائر. فين دخلوا؟ مشاو عند الكولون، عند سميتو عند المعمر الفرنسي. فطبعا وكاين الهجرات العاديه اللي كتكون بين جميع الامم، ان كانوا مغاربه كيمشيو يخدموا كلهم عند الفرنساويين. علاش؟ لان المغاربه كانوا معروفين بلا ديسيبلين، فهمت، والمعقول. كانوا ديسيبليني، الحريفيه وديسيبليني. بالنسبه للنقطه الثانيه هي الكوتار. بغيت انا غنعطيك باختصار باش تدور الكاس، وضروري خصك تسمع سي جمال، حيت سي جمال العثماني كذلك راه من المطرودين وعنده تاريخ. المساله الثانيه ديال اللي كيجبدوها ديال 73 هي بالضبط ما هي. هذاك التظاهر ديال 2 مارس 1973 ديال استرجاع الاراضي من المعمرين الفرنسيين، يعني من الاجانب، وحصر، وهي فقط المناطق الموجوده في الدوائر القرويه الفلاحيه، في الدوائر القرويه. في وجده، انا موجده، كاينين مناطق دابا داخل وجده كاين بركات. لا انا من وجده باقيين جنانات، كاين اراضي فلاحيه داخل المناطق الحضاريه في ضواحي سيدي ادريس، واحد البلاصه سميتها سيدي ادريس. دابا باقيين الملاك ديالها جزائريين ما معروفينش الوراثه ديالهم، وباقي ديك الارض الفلاحيه كما هي. اش وقع؟ هذوك منين بداو كيسترجعوا من الاراضي من المعمرين، كانوا اولا جزائريين اللي جنسيه ديالهم فرنسيه. هاد الجزائريين اللي الجنسيه ديالهم فرنسيه، ليكيفالون ديالهم في الجزائر اش وقع لهم؟ طحنوهم، حرقه، ذبحوهم.
كاينين جزائريين اللي كانوا خدامين عند الكولون، يعني عند المعمر، ومغاربه حتى هما خدامين عند المعمر الفرنسي من رجع لبلادو خلى هذوك الخدامه ديالو كيخدموا في الفيرما ماشي بسميه الخدام، وباقي مغاربه لدابا عندهم مشكل مع الدوله، ودارت الدوله في عهد سعد الدين العثماني واحد اللجنه وزاريه لتصفيه هذه النزاعات. جاو عنده ورينا الاملاك، ما عندوش الاملاك، الارض بسميه الفرنساوي، واخا خدمت انت فيها من 62 من 56 الاستقلال المغرب حتى 73، ولكن انت ما عندكش الملكيه طبعا. وطبعا كاينين شي وحدين اللي كانت عندهم جنسيه فرنسيه. بالنسبه للطرد، انا سمعت واحد القصه وهي باش نختم، باش نخليك تدور القاست. تخيل واحد السيده كتعاود ان هناك بنت اغتصبت في الطرد، اغتصبت امام ابيها، وباها قاستو اللقوه، ما بقاش كيهضر حتى مات وهو سمك. تخيل. الله يرحمه. سمعوها الاخوان، ها النظام الجزائري، ها علاش كنبغيو النظام الجزائري، سمعتوا ولا لا؟ راه عندي مسجله في اللايف، والسيده حاضره من الناس اللي حاضرين. هذه يعني هذا السيد راه معروف في وجده، اللي مسكين ما بقاش كيهضر حيت اغتصبوا، وراه حالات الاغتصاب كثيره اللي غير مصرح بها. السيده في واحد اللايف هذه واحد اليومين، راه مع السي جمال كان حاضر، قال لك مشاو جلسوا في ديك البلاصه فين غادي يرحلوهم، ويجي واحد ديواني بغى ياخذ اختها عندها 13 عام، قال لباها قال له سير نتايا وسير سميتو يعني خذ، وهذه خليها عندي مازال نحققوا معها. شكون غيفكها شي عسكري من العسكر ديال الجزائر. ربي بحال نقولوا دار له الرحمه، في قالوا صاحبي خلي السيدات طلع ولد الناس. وتخيل حالات كانوا كيغتصبوا الناس امام اعين اوليائهم البنات. يا ودي هذا الشيء راه داروه في العشريه هما كاع، زعما راه غير باش نوريو الاخوان المغاربه، راه داروه في الجزائريه. فهمتي؟ هادشي خصنا الجزائري يعرف. شكرا يا اخوان. بغيتكم الخوت الجزائريين تعرفوا النظام ديالكم كي داير. انا غير بغيت نوريكم الوجه ديال النظام ديالكم. وانتم بالمناسبه حنا فرضنا ما داروش هذا الشيء في المغاربه، راه داروه فيكم انتم في 10 سنين. هي شكرا الجنرال، تحياتي اخويا. غير سي جمال راه من المطرودين حتى هو وعنده ما يقول. اي غنعطيك كل شيء بالنوبه الاخوان، غير صبروا معنا. قلت الاخوان الله يرضي عليكم، انتم دابا كجزائريين بغيت غير الراي ديالكم. واش انتم تؤيدون، بصراحه انا كنقبلوا كاع الافكار، واش تؤيدون ما فعله النظام الجزائري؟ قلت غناخذوا كاع الاحتمالات. غناخذوا الاحتمال الاول، هادو كانوا مغاربه في وضعيه غير شرعيه مثلا، كاع حنا مشيت معكم لابعد مدى. واش كتأيدوا هذه المساله هذه دار في العيد الكبير، نجريو على وليدات صغار وعيالات ورجال كبار ونغبروا وحدين ونديو لهم رزقهم، ولا وسيدي حنا كاع يكونوا في وضعيه غير شرعيه؟ ولا كانوا في وضعيه شرعيه، وهذا الشيء راه غنشوفوه بطبيعه الحال. واش نتوما تؤيدون ولا كتقولوا اللهم ان هذا منكر، هذا الشيء اللي وقع؟ ولكن هذا الشيء اللي انا ما بغيتش نجاوب باسمي، ولكن بالنسبه لكم نتوما هذه غير ردة فعل، لانه يمكن من البوخروباش قال له سخن عليه الراس، الله يغفر ليه. حليم الاخوان، البارطاج والتكبيس، السينيال قهرونا اليوم، ولكن ما غنحبسوش هذا اللايف. كونوا متاكدين غتوصل الصوره الحقيقيه للنظام الجزائري اللي كاين دابا، راه نظام واحد. حليم خويا تفضل. السلام عليكم سي رضوان. سي حليم تحياتي خويا، كي راكم؟ تحياتي ليك وللجميع ان شاء الله. تحياتي حبيبي، مرحبا بك. وبيك خويا، كي راكم؟ مرحبا خويا، مرحبا. انت جبت موضوع اليوم على جال طرد المغاربه، اخواننا المغاربه من الجزائر في عام 75. تماما. بارك الله فيك. وهي قضيه تعود بتاريخ 2 مارس 73. اييه. وهي عباك القضيه كامله راهي طلبها الملك المغربي في مسيره باش تأميم الاراضي. ايوا هاك على بالك. والتأميم الاراضي ذي وين، في الجزائر ولا في المغرب؟ في المغرب يا اخي، راهي في الجزائر. لا في المغرب. نعم، تأميم الاراضي ديال في المغرب. زيد. لا اخي، قال لك هنا يعود تاريخ هذا النزاع في 2 مارس 73، وهو تاريخ الذي اصدرت فيه الحكومه المغربيه ظاهرا يتعلق بتأميم الاراضي الزراعيه من بين
العائده لافراد وكيانات يعتبرها اجنبيه. هذه دارت هذه المسيره الكحله دارها الملك، فهمتني؟ دارها الملك وشاركوا فيها المغاربه والجزائريين لتاميم الاراضي في الجزائر ماشي في المغرب اخي. كيف بلاتي ما فهمتش؟ الملك اش دار؟ طلب مسيره عيطوا لها المسيره الكحله، هكا ولا انا غلط؟ وما نعرف هادشي قريتوه ولا؟ لي الصور واش الحسن الثاني طردهم مع زوج بغال ولا رماهم في البحر؟ الميكرو مالك انت؟ قطع الميكرو خليه تيجي جمال خليه نكملوا جمال اخويا. قبل تيكمل. دابا هذا الشيء السي حليم واش قريتوه نتوما؟ فين سمعتي هذا الملك قال لهم ديروا مسيره كحله؟ فين قريتيها؟ يعود التاريخ هذا النزاع في 2 مارس 73. فين كتقرا دابا هذا الشيء كتقراه؟ دابا هذا الشيء اللي كتقرا لا عليه دابا هو التاريخ الذي أصدر فيه الحكومة المغربية ظاهر يتعلق بتأميم الأراضي الزراعية تاع المغاربة في الجزائر. دابا غنصير معايا واش اصدرت الحكومه المغربيه ولا اصدر الملك المغربي بعدا باش نتفاهموا من الاول. الحكومة الملك لا هو اللي الحكومه أصدر. ماشي هي الحكومة. الملك، اسمح لي. ها واش الحكومه هو؟ ماشي هي الملك. دابا غير ركز معايا في الكلمات، ركز معايا درك معليش ركز معايا باش نفهمك. دابا قلتي لي الحكومه، قلت لك الحكومه راه ماشي هي الملك. شكون اللي أمر بالمسيرة؟ إلا كان جيت على بالك اش من مسيره؟ المسيرة عيطوا لها المسيرة الكحلة بلي تأميم الأراضي هذه فين؟ هذه اللي عيطوا لها الفلاحين المغاربة في الجزائر. فين كاين هذا الشيء اللي كتقول لي انت؟ غير فين قول لي نعم هذا الشيء اللي المسيره الكحله اللي قطعوا الميكرو يا اخوان خليه. فين كاين هذا الشيء اللي كتقول لي؟ فين مكتوب؟ فين اش من بلاصه نقراوها حنا المسيره الكحله؟ هذه تاريخ اخي مكتوبه بارتو. فين بارتو؟ عطيني بارتو روح بارتو فين؟ نقلبوا دابا كما الجزيره في بلا حدود ثاني فيها مكتوبه اللي كنقرا في من الجزيره. دورك غير ضيع مع الوقت هذا غير هبط هذا ما ماشي وقت اخي ما نضيعش وقت. انتوما دايرين لا انتوما انتوما اخي رضوان علاش باش يطردوهم من قبل؟ علاش السلطات الجزائريه ما بغاش تطردهم من قبل؟ سي حليم سير معايا غير بالخاطر الله يرضي عليك. دابا قلتي لي هاد المسيره الكحله كاينه فين كاينه باش نقلبوا دابا؟ نعم فين مكتوب هادشي؟ فين مكتوب؟ المسيره صارت عندكم في المغرب بتأميم الاراضي الفلاحين المغاربه في الجزائر. يا اخي بغى يأمم الاراضي، يهدي المغاربه عنده يأمم الاراضي تاعو في بلادو، ما يأممهاش في الجزائر. دابا عاد فهمت. يعني دابا هاي يعطيك الصحه. قالوا لهم غنأموا الاراضي في الجزائر. ايوا العلم جديد هذا، اسمح لينا اخي. وكيف السي رضوان هذا هذه ماشي مسيره، كاين ظاهر هو دابا هو سي ميلون خليه يكمل اسمع باغي باش نفهموا لا لوجيك ديالو اصاحبي. حتى واحد ما يطلق الميكرو. دابا انت كتقول بانه حنا قلنا غنأموا البلاد الارض في بلادكم نتوما، ياك؟ هادشي اللي فهمت. ايوا يعطيك الصحه. واخا خويا كمل. واخا سيدي. ومعقوله هذه جاتك انت؟ معقوله عندكم نتوما نورمال هي معقوله عندكم ديروا كلش كيفاه يعني لا بالمنطق كيفاه يعني الفلاحين المغاربه في الجزائر حياتهم كامل في الجزائر ما تطردوش غير في 75 علاه. دابا غير فهمني دابا بالنسبه لك شنو هي نأمو؟ انت اللي فهمني. لا سي رضوان انت جبت موضوع على طرد الفلاحين من الجزائر هكا. طردتهم السلطات الجزائريه، صح ولا لا؟ صح. لا ما قلتش فلاحين، انا قلت مغاربه. المغاربه معليش مغاربه هم عايشين في الجزائر. يعني المده هذيك ما قبل كما حكى لك السيد من 1912 هم عايشين في الجزائر، ما طردوش الا في 75 علاه. واخا اسمح لنا اخي الحليب، اسمح لنا اخويا. دابا الارض بقات ليكم ياك؟ اوتوماتيك عندنا هي اوتوماتيك عندنا. مرحبا. شكرا اخويا حليم، تبارك الله عليك. شكرا اخي. شكرا جزيلا. شيخ البدو تفضل يا شيخ البدو. لا شيخ البدو. نعم سي رضوان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك اخويا. مساء الخير.
مرحبا. مساء الخير. مساء الخير. هذا طويله هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر شويه، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان. لا غير انا الا بغيتوني نصبر حتى واحد ما يطلق الميكرو في النوبه الاخر وغنصبر. هذا النوع من المتدخلين شوي كيطلع السكر، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. اولا منين يكونوا اهل الموضوع الشهود قاعدين يتكلموا، احنا علينا نسمعوا. وانا تاثرت بواحد المداخله على السيد اللي مشى دخته، وتاثرت صراحه، لانه وضع تفوبي. هذا الوضع ما هو انساني، وضع ما هو بشري صراحه، بغض النظر عن عربي واسلامي وكذا وكذا والخطابات الفضفاضه. انا هون الليله كمستمع اكثر من كمتدخل، لان المعنيين بالامر والمتضررين حاضرين معنا ونبغوا نسمعوا الحقائق. احنا هذا الموضوع للاسف ما لنا عارفين عليه والو في الشارع المغربي، ولا في الاعلام المغربي، ولا في المقررات التعليميه المغربيه. وهذه مسؤوليه نحملوها احنا المسؤولين المغاربه، ونحملوها الاساتذه الجامعيين، ونحملوها الاكاديميين والاعلاميين، لانه موضوع انساني بحث. انسان يعيش في بلد ويتزاد فيها، وتعود عنده اوراق جنسيتها، وتعود عنده يعود مواطن، وفي الاخير يطرد وينزع منه متاعه وتنتزع منه أملاكه ويطرد بين عشية وضحاها، كأنه لم يكن. لكن تدخلي أنا الليلة هنا تيان ما هو في قضية الجريمة ولا في قضية المتضررين، لأنهم المتضررين شهود أحياء الحمد لله. وإحنا عشنا تجربة فريدة من نوعها في العالم. يمكن الدولة اللي قامت بها أول دولة دارت تجربة كانت هي جنوب إفريقيا، ولكن التجربة المغربية كانت أنجح منها. شين قال له تجربة الإنصاف والمصالحة. وعشنا الجلسات مع الناس اللي كانت متضررة في سنوات الرصاص، وسمعنا ذا كامل وكل شيء، ودازت الأمور بخير وعلى خير. إذا احنا الليلة هنا تيان في صورة مصغرة لشي كاين قال له لجنة استماع متضررين من جريمة نكراء قام بها نظام بوخروبة. وأنا تدخلي الليلة هنا تيان هو لكشف وتعرية نظام بوخروبة. لأنه أولا هو كنظام أو كشخص اقتبس اسما ليس اسمه. واحد اسمه محمد إبراهيم بوخروبة، وماشي بوخروبة بالباء، لأنه في الوثائق الفرنسية عنده محمد بوخروفا بفي بوخروفا، وانتحل اسم عالم دين بعيد كل بعد عن السياسة، بعيد كل بعد عن الإيديولوجيا الماركسية، بعيد كل بعد عن الشيوعية المتعفنة. الليلة هون دوري، والليلة هون وهذا هذا الموضوع أنا كنت كنتمناه، لأني أنا نعرف نظام بوخروبة اش دار، ونظام بوخروبة اش وصل به الجيران، اش وصل به المغاربة، هذا المغاربة، هذا الإخوة التوانسة، هذا الليبيين، هذا حتى الموريتانيين لم يسلموا من شره وشروره وأعماله وغدره وجبنه، لأنه كان شخص جبان بحد ذاته، كان شخص مريض نفسانيا. وعندي شهادة دكتور نفساني معروف يشهد له بأنه كان شخصا ذو شخصية ازدواجية، شخص مريض نفسانيا. ولا ينتهي المجال الإخوة المتضررين، احنا بغينا نسمعوا من الناس، نسمعوا وحنا معاكم، ولا نزيدوا إضافات ثانية، ولا نزيدوا معاكم دعم. وأنا راني ممجد الشيء كامل. وعلاش؟ لأنه هذا اللي تدخل سابقا قال لك الملك المسيرة الكحلة، بسم الله السلام عليكم، بغيت تدخلنا الملك. أو أنا الليلة ليه نعري لك بومدين، ونعري لك بنبله، ونعري لك بوتفليقه، ونعري لك كل شيء باش نوري لك على الملك راهو ما يلتحق. ياك سمعت؟ لين نعريهم لك كاملين. تفضلوا يعطي التدخل. شكرا. الوغ قلت الاخوان غادي نعرفوا من البدايه، مع البدايه مع السي ميلود هو رئيس الجمعيه المغربيه ديال دونك. كاين بزاف بطبيعه الحال ديال الناس اللي كيناضلوا على هذه القضيه، وحده من بينهم هذه الجمعيه المغربيه المغاربه ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر. السي ميلود مرحبا بك اخويا. وي السلام عليكم، مرحبا سي رضوان، كتسمعني ياك استاذ؟ سمعك اخي، مرحبا بك اخويا. مزيان. شكرا على اللايف، على المناسبه، شكرا على المناسبه ديال مرور 48 سنه من عمليه الطرد التعسفي من الجزائر. انا من بين الضحايا. انا ذاك كان في العمر ديالي 7 سنوات.
يعني نعطيك واحد النبذه على عمليه الطرد بالنسبه لي انا. لا بلاتي قبل من عمليه كنت في المدرسه. وي ميلود تفضل. قبل من عمليه الطرد عاد نجي لوكا ديالك. قلت انا بعدا كنتسائل بحال اللي كيتسالوا بزاف د المغاربه اش داكم الجزائر. دابا واحد غيقول لي انا في تلمسان ولا في مغنيه، ولا واحد مثلا في وهران ولا في الجزائر العاصمه، اش داكم نتوما الجزائر؟ تفضل. تاريخيا راه ربما الاخ الملقب بالجنرال، واحييه من هذا المنبر انه تبارك الله عليه، يعني اخ عنده معلومات. تكلم على نوعيه الهجرات اللي وقعت من المغرب نحو الجزائر، ولكن الى رجعنا للتاريخ مجموعه من المدن اللي الان هي جزائريه كانت مغربيه. هذا التاريخ تلمسان، مغنيه، تندوف، بالشار، بالتاريخ، بالدلال، بالوثائق الثابته تثبت على انها مغربيه، وكانوا كانوا يقدمون البيعه لسلاطين الدوله المغربيه. وبالتالي هناك مجموعه من الاشخاص اللي جذورهم ديك الارض. ما باقي كانت هجرات كما قال الاخ، عطى السنوات ديال الهجرات. ولهذا كنلقاو مثلا في الاخوان اللي كانوا في الجزائر، اما كيحملوا الاسم بالكنيه، اما كان النظام الجزائري وكانت ماشي النظام الجزائري، وانما كانت ولايه تابعه لفرنسا، وبالتالي في التقييد ديالهم والتشجيع ديالهم كانوا كيحملوا SNP. هذه الامور لها حتى هي ممكن الاخوان يتكلموا عليها بكثير. SNP سون نون باتريوت، SNP سون نون باتريوت. والاخوان اللي ربما كاينين اخوان اللي داروا بحث في هذا الموضوع راهم معنا في الجروب، ان شاء الله يتكلموا على هذا الموضوع باش ما نعطيوش واحد الوقت حيز. ولكن كما قلت تاريخيا اذا هاد القطعه كلها الا خدينا الخريطه ديال الجزائر في 1890 ماشي هي نفس الخريطه ديال 2000 ولا ديال 1975. هذا التاريخ، ومن ينكر التاريخ فهو ينكر اصل البشريه كامله. الجزائريين للاسف اغتصبوا اراضي كثيره، المغرب تعامل معهم بحسن نيه، وهذا معروف تاريخيا. قبل استقلال الجزائر كانت مفاوضات ما بين فرنسا والمرحوم محمد الخامس رحمه الله على اساس انه ترسيم الحدود، لكن المغرب كان دائما تيدير حسن النيه على اساس انه يساهم في تحرير الجزائر. ومن حرر الجزائر ومن دافع الى تحرير الجزائر المغاربه. اصبر غنجيك لهاد النقطه. دابا انت كتاكد الهضره اللي قلت قبيله، كاين جوج فئات المغاربه، منهم اللي بلادو هذه تلمسان ومغنيه هما مغاربه، ماشي غير تلمسان ومغنيه، راه كثيره استاذ. ومنهم اللي مشى. هذا التاريخ خبير. ومنهم قلنا اللي مشى باش يحسن الوضعيه في فرنسا، حيت الجزائر كانت فرنسا. صحيح. هادشي متفق معايا؟ هذا كله هادشي يؤكده كاع المغاربه اللي كانوا تما. خبير مزيان. دونك دابا لا نقاش فيه. مزيان. غنسولك غتجاوبني غابيدمون باش ندوز الاخوان وغنرجع عندك. واش بصح هاد المغاربه هادو اللي هما كانوا تما حتى هما صوتوا في الاستفتاء ديال باش تاخذ فرنسا، باش تاخذ الجزائر الاستقلال ديالها بالاستفتاء، صوتوا المغاربه؟ وشنو هي عندي وثيقه السير دوان، هي وثيقه ديال الاب ديالي، كندير الكاميرا نوريها لك. كاميرا انا ندير لك، بغيتي دير الكاميرا غادي ادير الكاميرا. هي دي استاذ، هي الكاميرا بطاقه الناخب، وعند الاخوان مجموعه ديال. انا غندير لك كاميرا الا ممكن. ما عرفتش واش عندك 1000 بعدا ولا ما عندكش. ما عرفتش، انما هي الوثيقه او رسلها لك انا في الواتساب وحطها. هذه بطاقه الناخب ديال الاب ديالي، والاب ديالي مزيود في حمام بوحجر، انه فين في 1930. معنى انه جدي عاوتاني مشي. اذا هادو ناس كانوا يقيمون في ارض كانوا يعتبرونها ارضهم. وبالتالي من يدعي العكس يعطينا العكس، من يدعي العكس يعطينا العكس. ميلود، لهذا احنا مشكلنا ماشي مع الجزائر، حتى مع فرنسا. بلاتي ميلود، اليوم المغاربه حتى هما منهم انت الوالد ديالك صوت
في الاستفتاء، اذكر الاستفتاء اكيد اللي دات به الجزائر الاستقلال، يعني حيت ما حاربوش هما، ما داروا استفتاء ياك، الاستفتاء وساهموا تا هما في الثوره الجزائريه المغاربه. اكيد استاذ، وعندنا ما يثبت ذلك. وحنا الا كانوا الجزائريين او بعض الجزائريين ينكرون ذلك، حنا عندنا ما يثبت. اما هما راهم راك لاحظتي واحد السيد كيتكلم على المسيره الكحله ما عارفينش حتى التاريخ للاسف. غتخليك معايا ميكرو؟ نعم استاذ، تفضل. تفضل الميكرو الا كان ممكن غندور الكاست وغنرجع عندي. نقول اخوان الواقع هو هذا. اولا استفتاء، حنا متفقين عليها كلشي كيعرفها. المغاربه قلت كانوا في ارضهم، كاينه واحد الفئه ثانيه اللي مشات باش تحسن الوضعيه. المغرب راكم عارفين ماشي المغرب ديال دابا. الجزائر في ذاك الوقت ما كانتش الجزائر، كانت فرنسا، كانت سميتها فرنسا، سي اون ادمينستراسيون فرونسيز. كانت الجي، ما كانتش شي حاجه سميتها الجيري. وقلبوا في التاريخ، كاين واحد الفئه اللي مشات تحسن الوضعيه تما، وكاين واحد الفئه اللي كانت في بلادها. دونك دابا اللي وقع الاخوان، حنا دابا جينا للاستفتاء، من بعد غنجيو مع السي ميلود نقولوا هاد المغاربه اش كانوا كيديروا. ولكن ناخذ السي جمال. مرحبا السي جمال. خويا رضوان، بارك الله فيك على التذكير بهذه الجريمه الجنائيه اللي كتكون اللي قبل السياسيه، التي لا غادي ضروري ما يطالوش التقادم، لانها وقعت في ظروف لا اخلاقيه ولا انسانيه، وفي في في, في حق الناس اللي قدموا الخدمات الكثيره لثوره الجزائر. بحكم احنا خويا رضوان عندنا شهداء اللي ضحوا تما بالارواح، الشهاده ديال الارواح ديالهم من اجل استقلال الجزائر، وبشهاده تاع وزاره المجاهدين. عندنا كذلك كما يعرفوا المطرودين ائمه اللي كانوا ياموا بالعباد ويحفظوا حتى الاطفال الجزائريين القران، وتم الطرد ديالهم، والطرد جاء في ظروف لا اخلاقيه ولا انسانيه، بحيث انهم ما احترموا لا حرمه المنازل ولا المرضعه ولا الحبلة ولا الشيبانيه ولا الشيبانيه ولا الطفل ولا المعوق، الى درجه حتى المريض جابوه من السبيطار. وجوابا على فوقاش حنا هنا خصك تعرف اخويا رضوان، حنا في اواخر العشرينات وبدايه الثلاثينات من بعد حرب الريف كانت واحد تسهيلات الهجره. انايا نعرف من عند جدي ومن عند با، قال لي مشينا عند مسيو لويس وعند مسيو بيتي ومن عند مسيو ما مشيناش، وعند مسيو سولار ما مشيناش عند احمد ولو محمد. الجزائر كدوله تاسست غير في 1962. هذا تاريخ، انا ما غاديش نستغرب عند ماركرون يقول لي الجزائر ما كانتش دوله، وحنايا كنا نخدموا جنبا لجنب مع الجزائريين عند الكولون. في 54 خارطنا معاهم في الثوره تاع الجزائر، واعطيناهم حتى الفكره ديال هذوك حرب العصابات، بحكم ان المغاربه كانت عندهم فكره ما هنايا مع عبد الكريم الخطابي والمسائل. على كل حال انا نرجع، الطرد ديالنا جا من اجل ارتجاع المغرب وحدته الترابيه، هذيك المسيره الخضراء اللي فجرت الغضب واللي دارت السعار الهواري بومدين والخبيث تاع بوتفليقه. لان علاش؟ الاحلام ديالهم والاطماع ديالهم ضربها لهم الحسن الثاني بزيرو، لان استرجع وحدته الترابيه بدون اراقه الدماء، بدون اطلاق حتى شي رصاصه. بانت لهم غير ينتقموا بنا، لان حنايا الطرد ديالنا سي رضوان كان زلزال من نوع اخر. الا كان زلزال الحوز بواحد الشكل، ولكن في 1975 كان زلزال من نوع اخر، لان باش تطرد انت اكثر من 45,000 عائله في مده لاقل من شهر، بحال اللي راك دوله قطر على هنايا على وجده. مع العلم ان 1975 كان المغرب اقتصاديا هشا وحتى امنيا. الحسن الثاني الله يرحمه كان مهددا لا من عند الخونه ديال الداخل ولا على الخارج. انا اللي بغيت نقول لك، انا احيي درك الملكي، القوات المساعده، المحسنين تاع وجده، الهلال الاحمر المغربي، يعرفوا كيفاش ياويونا، يعرفوا كيفاش يدمجونا، والامور رجعت لمجاريها. ولكن الذاكره ضد النسيان. انا بالنسبه لي الطرد ربما ضاره نافعه، لانني علي جيت هنايا وتحررت من هذيك السميه تاع المروكي الخانز، وحررت ولي ديك العقده ديال المروكي والمسائل. ولكن الوالدين ديالنا انا ملي كنوقف عند لوكا ديال الحاج قويدر جدي كيفاش خرجونا من الدار، خصك تعرف واحد الحاج جدي قويدر رضوان راه مات في يوم الجمعه هنا عندنا في الحومه في وجده، صلينا عليه نساء ورجالا، ميت في المقصوره ويسمع الخطبه، انسان جليل كان يحشم منه الشيطان وما يحشموش منه، وقدم خدمات كثيره للناس في المسائل بشهاده ديال حمام بوحجر. وفي التالي اهانوه 50 سنه هو يبني في الرزق، وبين عشيه وضحاها صيفطوه برزمه، كان اللي صيفطوه بفاليزا، كان اللي صيفطوه غير برزمه، كان اللي صيفطوه في المسائل. وداونا مخافر تاع الشرطه، صوروا لي بارون ديالنا كاع بلي زاردواز بلي نيميرو، وصيفطونا هنايا هجوج وماجوج، الكيران 120 كار 80 كار، ام الحاس الغله من الملاح ام العامريه ما خلاو لا دار لا دوار. قلت بغاو يديروا فتنه، ولكن ربي يلطف. وانا هذه القضيه كنناضل عليها، لانني كنعتبرها ورقه ضغط على هذا النظام اللي كيتبجح على انه
يدافع على حقوق الانسان وهو طفرها في العباد لان طرد الناس عزل وناس ابرياء. انا عندي وحده حنايا منا راني عليها الدوزيام اوفراج تخاريف حنايا منا، وهذا الكتاب تاع تخاريف حنايا منا ماشي تخاريف تاع الوجه ومقيدش اخويا رضوان. هذا واحد الجرح النازف الذي حملته معاهده شتاء قارس مع محمد بوعجرة التخاريف حياه مغدوره. انا درت لا فوتو ديالها اكسبري في الكوفرتير تاع الكتاب ديالي باش نمر الخطاب. ما دم هاد حنايا منا مسكينه كان عندها 82 سنه وتا هي مسكينه مرمدينها ومحليلها الفولار هنايا فهمت. داروا فينا الشر والمنكر. وانا اللي بغيت نقول لك انايا غادي نبقى لهم كالعلقه في الحلقوم الى يوم القيامه، لان هذه المساله هذه ينسكرها لا القانون الوضعي ولا القانون الشرعي. سمعت؟ وانا نتمنى من الحياد الحقوقيه المغربيه الرسميه والغير الرسميه ومن الدوله المغربيه كذلك انها ترفع هذا الملف هذا، لان هذه قضيه عادله هذه. شكرا اخويا جمال، تبارك الله عليك. قلت الاخوان اذكر انه درنا هذا اللايف تزامنا مع الذكرى 48 الذكرى 48 اللي بدا نهار 8 ديسمبر 1975 وسال في منتصف جونفي 1976. دونك داكشي بدا على مراحل، ما طازوش هما 45,000 دقه واحده، لا داكشي قسموه بشويه بشويه. انا غير نطلب لكم قبل ما نكمل، اخوان تيقولوا لي خص التكباس، الله يرضي عليكم. التكباس كيقولوا لي راه يمكن اللايف كيتقطع، ما عرفتش انا، ما كيبانش ليا ولكن نتوما اللي كيبان لكم. التكباس جود لايف، بارطاجيو، راه حنا في 883 بارطاج. جود لايف، توب لايف، بيست لايف، وكبسوا وصلوا ل 1 مليون تكبيسه. قلت الاخوان هذا النظام حنا ما عندناش مشكل مع الشعب الجزائري، ولكن المغاربه كلهم تيكرهوا النظام الجزائري كلهم بدون استثناء، بدون استثناء تنقول لكم، فهمتي؟ ولكن الشعب الجزائري كنموتوا عليه كله. اخويا اردوان غير باش نعطيك واحد المعلومه، راه حتى الشعب الجزائري كان كومبليس، كان باغي فينا الضربه. جمال صافي سلام في النوبه، نشوفوا الاخرين تبارك الله عليك. شكرا. قلت الاخوان احنا نحب الشعب وحنا مع الملك يمد يده للشعب الجزائري وتيقول لك حنا توام، دونك حنا كنبغيو الشعب الجزائري، ولكن راه كنكرهوا النظام الجزائري. علاش؟ هو كيقسم لنا باغي كيحاول، هو ما غيعمرو يقسم، ولكن كيقسمها في التلفازه. هما راه في التلفازه عندهم في الاخبار ديالهم الرسميه تيديروا المغرب مقسم. هذا عدو ديالي انا، هذا اللي طرد ليا 45,000 عائله مغربيه. خويا كنهضر على النظام، ما الشعب راه خويا، هذا عدو. حنا المغاربه كلنا كنكرهوا النظام الجزائري كاملين بدون استثناء، وما كاينش شي مغربي يقول لك انا كنبغي النظام الجزائري، ولكن غتلقى الجزائريين كيبغيو النظام المغربي وكيبغيو الملك. هذا هو الفرق. علاش؟ حيت الملك درويش زوين كيمد يدو. الملك تيقول لك انا امد يدي لكم اخوتي الجزائريين، ولكن النظام الجزائري دار لنا الرومبوان، لا القديم لا الجديد. هذا دابا دار علينا الرومبوان، هذا غنبغيو حنا. هذا دابا قالنا بغيتو تمشي وتجي تشوف خوك في مغنيه، سير لتونس وترجع. واش انا غنبغي هذا النظام هذا؟ هذا عدو ديالي هذا، اضافه لهذا الشيء اللي دار في خوتي المغاربه. جلول تفضل اخي جلول. السلام عليكم. وعليكم السلام السي جلول، مرحبا. خويا حبيت نهضر بصعب ما تقطعني. انا هضر لي في هذا الموضوع وما نقطعش خويا. انت واش تؤيد بصراحه ما فعله النظام دبلان؟ ما تقطعنيش. لا بيان سور. ها صحافي. انت صحافي؟ لا ما صحافيش، انا تيك توكر اخويا. انت لا لا تيك توكر. تيك توكر انت كيما انت والجزائر. ايه معليش، راني نسمع فيك. انتوما الهدف تاعكم تخلقوا البلبله. راك تسمع فيا؟ اش من بلبله اخويا؟ دابا حنا كنهضروا على نظام بلادك جرى على 45,000 عائله مغربيه. انت واش تؤيد هذا الشيء او لا ضده؟ سؤال واضح. الا كنتي مسكول غتعرف تجاوبني. مسكول خويا؟ ما مسكولش، ما عليناش، ماشي مشكل. لو بويت تفضل. لو بويت. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. انا بغيت غير نعطي واحد القصه ديال واحد السيد. شكون يهضر معاه؟ بغيت نعطي واحد القصه ديال واحد السيد كان طردوه من الجزائر 75. دونك
لو بويت، شكرا يا تفضل لو بويت، تفضل لو بويت، تفضل لو بويت. هذا واحد السيد، حتى انا مطرود، ولكن جو بريفير ما نهدرش على القصه ديالي، باسكو مش بريفير نهدر على الناس اللي تعذبوا اكثر مني. واحد السيد الله يرحمه كان بعدها مات عندكم في الرباط. هذا السيد هذا كانت عنده فيرما النواحي ديال وهران، ووقت الجهاد كان هو الطريق ديال المجاهدين اللي كانوا يمشيو للمغرب ويدخلوا من الحدود ويباتوا عنده تما وياكلوا عنده، لان كان فيرما مخبعين فيها. وهذه هذا السيد هذا في الاستقلال، انا نعقل كنت باقي، انا عمري 75 عام باقي نعقل، كانوا يجوا عنده مجاهدين اللي كانوا تفكروا ذوك الايام اللي كانوا كيدوزوها عنده. وكان حتى واحد الوزير اللي كان حتى هو مجاهد ما نذكر اسمه، كان كيجي يقصروا عنده، لانه هو ما عمره تزوج هذا السيد هذا، وكان يعرف يطيب الماكله، تعرف ديك الشطيطحه وديك الطاجين ويعمل لهم لاتاي وكاع. وكانوا يجوا عنده الشرطه، وكانوا يجوا عندنا. علاش ديك الفيرما كانت فيها واحد لابيسين، كانوا يجوا يجيبوا ولادهم يعوموا في ديك لابيسين وكاع. ونهار 75 كان عنده جوج ديال تاع الكاميونات والطوموبيل تاعو. هو انسان امي ومضحك، يضحك الناس وقلبه كبير وما عمره تزوج، وولادو كل شيء كاع الدراري ديال المدينه كاع ولادو يعتبرهم ولادو، مغاربه ولا جزائريين ولا فرنساويين ولا اليهود. ذاك الوقت كانوا اليهود، كانوا كل شيء. المهم نهار 75 جاو داواه، مع هو انسان كيضحك وكاع. وذوك اللي جاو يديوه الشرطه اللي كيعرفهم كانوا يجوا يتعشوا عنده وياكلوا عنده وكل شيء. داوى الكوميساريه، هو دابا هو تحسبهم زعما سين بلاك، فهمت؟ حسهم كيضحكوا معاه، كيضحك معاهم، كيقول لهم قالوا له حنا رانا كنضحكوا معاك ولا هز. المهم كيحس باللي القضيه راه ماشي ديال الضحك، بقى تما مسكين كيبكي وهذه. وانس هو كان كبير ديجا في الوقت ديالو. المهم قال لهم واخا جيبوا لي كما وكلتكم انا، جيبوا لي بعد نتعشى. مشاو جابوا له قشور ديال البطاطا، قالوا له هاك تاكل. سبحان الله. وهذا يعاودها لي هو، انا ما كنتش حاضر معاه، لان علاش كنت نجي عنده للرباط. مسكين توفى هذا العام في عمره تقريبا اكثر من 90 سنه توفى. وانا شحال من خطره كنت نقول له كاين حلت الديوانه، كنت نقول له وعمي اجي تروح معايا البلاد بعدا الناس اللي باسكو خلى الفلوس عند شي ناس، خلى فلوس بزاف عند شي ناس. كلاوهم طبعا، كلاوهم له. كنت كنقول له انا اجي نديك هادو بعدا على الاقل. هادو كيقول لي حرام عليا الا مشيت نرجع هذيك البلاد، واخا يعني بعض الناس. والقصه اللي غادي نحكي لكم عليها، هو عاش في الرباط وعاش مكرم وعاش واخا ما عمرو تزوج وكاع. واخا هكذا كانوا يجوا عنده الناس من الجزائر في ذوك الاوقات اللي كانوا يحلوا الديوانه، كانوا يجوا كان يرحب بهم وكان يوكلهم ويشربهم وكاع، واخا عملوا فيه الشر. واخا هذه هي القصه اللي بغيت نعاود لكم، وانا القصه ديالي ما خصنيش نعاودها لان هذا هو. اسمح لنا نزيد واحد الكلمه. الجزائريين راه خوتنا، يبقاو خوتنا كوا كيل اريف، فهمت؟ وكاين رجال فيهم وكاين شمايت فيهم بحال عندنا حتى. ولكن النظام ما خوناش. النظام دابا حنا ما نهضروش على النظام، نهضروا على القصه هذه. شوف انا بعد النظام ما خوياش، الشعب الجزائري خويا. النظام خويا، خوك انت النظام خوك. انا ما شوف انا خويا اللي زرع لك. واش اجاوبني، واش اللي زرع لك انت خو؟ انا خويا هو خويا. لا جاوبني بصراحه. شوف لا، خويا هو خويا. تتبغي انت النظام الجزائري؟ لا 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 هذا السؤال كاع بلا ما يتحط هذا السؤال خلينا غادي. شوف الا بديت نهضر غادي نقول عجب، هذور خليها على. اوكي السلام عليكم. تحياتي. قلت الاخوان، حنا الشعب الجزائري خونا، نموتوا معاه، ما عنديش المشكل. انا الاول قد نعطي كل شيء من اجل المواطن الجزائري. النظام الجزائري راه ما كنحملوش. اللي يدير في ولاد بلادي هذا الشيء راه ما نبغيش.
ما نبغيش، ما كاينش شي المواطن الجزائري. انا بغيت غير نحل لكم عينيكم الاخوان، لان هذه بكل صراحه ملي كنقول له ريجيم كنهضر على النظام، ما كنهضرش دابا على الرئيس، دابا كنهضر على النظام باش الناس ما يفهموش مزيان، ما يفهموش الغلط. كاين الرئيس هذاك واجب الاحترام، اسكيل في بارتي دو ريجيم او با، ولا تا هو غامدفوع ولا مسكين ما قاد على والو، الله اعلم. انا جو بارل دو ريجيم، لو ريجيم ميليتير اللي حاكم الجزائر عدو الشعب المغربي، لو ريجيم الحاكم في الدوله الجزائريه، هذا الواقع. حتى شي واحد ما غيختلف معايا، حتى شي مغربي ما غيختلف معايا، كيما بغى يكون شانو غيقول لا ميم شوز. ولكن الشعب الجزائري خونا، وفخامه الرئيس علينا، فخامه الرئيس الجزائري علينا، عندنا واجب الاحترام. هذا كيبقى رئيس دوله كنحترموه، تنقولوا سون اكسيلونس مسيو لو بريزيدون الجيريان، هادشي ما نجادلوش فيه. ولكن لو ريجيم الحاكم تنقول لكم راه غنخليكم نتوما تكتشفوا مع هاد الاخوان هادو. وراه بالمناسبه راه نتوما الاخوان الجزائريين راكم شفتوا اش دار فيكم، راه 10 سنين اش دوز عليكم، راكم شفتوا دابا هاد لو ريجيم اللي كاين دابا، ياك ما تبدلش لو ريجيم، كيتبدلوا لي بيرسون، لي بريزيدون كيتبدلوا، ما لو ريجيم ما كيتبدلش الاخوان، كيبقى لو ميم، سي لي ميم جينيرو كيتبدلوا. حيد هذا من هنا، فهمتي؟ بحال كتلعب كتلعب داما ولا كتلعب الشطرنج ولا كتلعب لي بوزل ولا شي حاجه، سي لا ميم شوز. سي انيس تفضل اخويا. انيس السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، مرحبا. رضوان. الله يحفظك اخويا، مرحبا بك. الحمد لله. رضوان حنا ما نحبوكش خويا العزيز. من حقك، انا كنبغيك. ماكش خونا وما نحبوكش اخويا، حنا الشعب المغربي نحبوه، النظام المغربي نكرهوه ما نحبوهش. من حق اش دار الملك ما نحبوهش. انا شوف، انا غتقول لي ما نبغيش، نقول لك واخا اشنو دار فيك. ما نبغيوش. الشعب الجزائري راه سقسي بنت هنا صغيره مسامين اللي كنت تقسيها الملك تقول لك نكرهو. علاش؟ حنا نكرهو خويا النظام المغربي، نكرهو. انا عارف، يقول لي علاش، اعطيني سبب. انا اعطيني سبب. النظام خائن الامه الاسلاميه، نظام خائن، نظام مطبع. شوف، كاين شي نظام خائن اكثر منك، كيبيع الاحشاء الحيوانات لاسرائيل. هادشي غتشوفوا غدا، هادشي غتكتشفوا غدا. كاين شي خائن اكثر من هذا. اسمع، انا تحيه الشعبي وتحيه سنقريحه وتحيه تبون على الغربيه. انيس اسمع، كاين شي خائن اكثر من هذا اللي كيبيع البترول والغاز للطاليان باش يضربوا خوتنا في الخيانه الكبيره هي عند الملك تاعكم. ودابا قول لي واش كاين شي خيانه اكثر من انك تبيع البترول والغاز لفرنسا والطاليان وانت كتشوف ميلوني كتعنق في نتنياهو؟ كاين شي خيانه اكثر من هذه؟ كاين شي خيانه، شوف، كاين شي خيانه اكثر من انك، شوف، كاين شي خيانه اكثر من انك تستقبل اردوغان واردوغان كيبيع 100 مليار ديال الدولار لاسرائيل. كاين شي خيانه اكثر من هذه؟ كاين شي خيانه اكثر من الرئيس الجزائري كيقول الفصائل الفلسطينيه دبروا راسكم، انا ما عندي ما ندير لكم؟ كاين شي خيانه اكثر من هذه؟ كاين شي خيانه اكثر من كتشوف خوتك في غزه كياكلوا الدق وعندك انت اقوى جيش في المنطقه وما قادش تحرك ساكنا، كتصور غير في التلفزيون؟ كاين شي خيانه اكثر من هذه؟ الخيانه اللي درتوها انتم وحده الخيانه، حنا ما نخونوش حنايا. لا 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 لا، اكبر خائن، اكبر خائن هو الملك تاعكم، اكبر خائن للامه العربيه والاسلاميه هو الخائن الملك. الملك هو اكبر خائن. حنا واعرين عليكم، الملك تيخدم النظام الجزائري نظام التصاور، ياك تتصاور. ها هما خوتكم دابا اش درتوا لهم؟ اقوى. يلا شكرا انيس. اقوى جيش في المنطقه، شعلت التلفازه بقات لي فنصيفط مراسل وحنا كنتصوروا في الاعلام الجزائري. هذه اكبر خيانه ديروها نتوما. خوتكم تياكلوا العصا الهيه وانتوما مسيره وحده ما رخصوش لكم. حنا راه اليوم الالاف خرجوا للرباط. خرج انت الا كنتي مواطن جزائري، خرج للشارع والله لا قدرتي بالله، وما عطاك النظام الجزائري الخائن عطاك لوتوريزاسيون ولا خرجتيها انا دابا نخرج نقول لهم انا مع خوتي. شوف انت واش تقدر ديرها، والله لا درتيها بالله. دارها واحد داك الرئيس ديال داك الحزب، الكاتب العام ديال داك الامين العام ديال داك الامين السر داك الحزب، ما خليتوش يسافر صاحبي. كتبها في اكس، في تويتر،
كاين شي خيانه اكثر من هذه، وكتطلعوا كتصوروا علينا باعلامكم. كاين شي خيانه اكثر من هذه اصاحبي، انكم تطردوا 45,000 مسلم في العواشر. كاين شي خيانه اكثر من انه يدقدق 250,000 جزائري في 10 سنين. انا اعطيني غير شنو دار فيك الملك خايب، انا نعطيك شنو دار فيا النظام الجزائري خايب. انا نعطيك بالدليل، انت اعطيني بالدليل. ماروكان دي تكبيس الاخوان. انا ماشي كنقول لك، انا ملي كنقول لكم الاخوان، ملي كنقول لكم انا الشعب المغربي يكره النظام الجزائري، ماشي كنقولوها هكذاك من فراغ، تنقولوها بالحقائق. غتشعل التلفازه ديالك وغتفرج في الاخبار ديال المغرب، المملكه المغربيه، ديال القناه الاولى ولا الثانيه ولا ميدي ان ولا القناه خاصه، وشوف واش كنديروا الخريطه ديال الجزائر مقسمه. مثلا شوف حنا الخريطه ديال الجزائر الاعلام ديالنا كله واش كنديروا الخريطه مقسمه. وغندير انا وياك تحدي، وغادي نشعلوا التلفازه الجزائريه طروا ولا نمشيو الجزائريه الاولى ولا اللي بغيتي، وغنشوفوا الخريطه ديال المغرب كيديروها. وكاين شي خيانه كثر، بغيتي نبغي هذا النظام هذا، انا كنكرهو بحالي بحال المغاربه كاملين. ماروكان ديبورتي دالجيري، ولكن كنموتوا على الجزائريين حلوه. السلام. كنحيي كاع خوتي المطرودين من الجزائر بما فيهم الرئيس ديال الجمعيه السي ميلود الشاوش، كنشكرك على الرغبه اللي رغبتك باش تخصص هذا النهار المطرودين. مرحبا، هذا واجبك في وجهي، وبارك الله فيك. واول مؤثر في تيك توك اللي الصراحه دار المساحه، وصراحه كلمتك ديال الرجال. صراحه انا ما خليتي لي ما نقول. وشنو بغيتيني نقول اخويا؟ انت فين تزاديتي، في المغرب ولا في الجزائر؟ لا انا تزاديت في وهران. اش داكم لوهران؟ عندي 64 سنه. انا الطرد نعاود لك دابا بالسكوند الاولى حتى لاخر دقيقه. تفضل. وانا ما كنهضرش على والديا ولا على شي حد، انا كنهضر على لونسومبل ديال الطرد. 100 مليار دولار كيدير سي ميلود. تفضل قول لي بعدا السي اخويا الاسم ديالك اخويا ماروكان ديبورتي. سعودي مصطفى، راه كيعرفوني. سي مصطفى مرحبا. سي مصطفى الله يرحم لك الوالدين، قلت لي تزاديت في 59 في الجزائر، يعني والديك شنو كانوا مشاو يديروا في الجزائر اصلا؟ الله يرحمهم. احنا الوالد ديالي الله يرحمه مشى في سنه 1940 مشى هاجر ايامات ديال الجفاف، حرب الريف، فاش فرانكو ضرب الريف ضربها بالكيماوي، والمحاصيل مشات لهم وحرقوا على طريق الملويه، مشاو عند لي كولون فرونسي. المغاربه كاملين مشاو لباريكو. هاد باريكو مدينه في الناحيه الغرب الجزائري مشهوره بالليمون بالفلاحه، مشاو يخدموا عند لي كولون فرونسي. وانا جدي من الوالده مشى قبل من الوالد، مشاو تا هما هاجروا على طريق واد ملويه، وواد ملويه النص ديال هذوك الريافه ماتوا، اللي ما عندوش الفلوس باش يقطع، اللي لقاوش هذيك ماتوا كلاو الحشيش. انا كيعاودوا لي لي بارون ديالي. المهم دابا الوالدين تزوجوا في وهران. كنا انا تزاديت في راس العين. هاد راس العين هي اكبر منطقه كثافه سكانيه ديال المغاربه في وهران. ومن بعد عاد طلعنا للقنبيطه. هاد قنبيطه سي ان كارتيي في اورون وقدام ارزو ما بعيدش علينا. فين كان ديك الباخره اللي جات ديال اسرائيل شي 30 كيلومتر. شوف رزيو، حيت حنا هذه قنبيطه كاين البحر تماك، كاين لي جوني وكاين كوربي، كاين. انت تزاديتي تما خويا مصطفى، تزاديتي تما، قريتي تما؟ قريت في قنبيطه في ايكول ابن رشد. نهاراش جراو عليكم، نهاراش تطردتي انت؟ انا لو 3 جور ديال العيد، انا من الناس. انا جيت حطيت رجليا انا واحد السي صالحي محمد كان خدام معايا في وزاره الماليه، تعرفت عليه في 79. حنا السي صالحي بتنا في الجامع الخيريه، اول وحدين حطينا رجلنا في اول مطرودين اللي حطوا رجليهم في 2 بغال.
واخا بلاتي قبل ما تطردوا، شحال كان في عمرك لما تطردتي؟ يعني دابا كنهضروا انا نتا كان على عندي بلاتي 17 اسمح عام لي، تقريبا. كنهضروا على مواطن اللي تزاد تما، يعني عنده البطاقه ديالو ديال الاقامه، عنده المسائل كامله، ياك اوني بيان داكور؟ حنا البطاقه ديالنا كانت عندي لا ريزيدونس ديال با الله يرحمه ديال ديبارتمون فرونسي باقيه عندي لدابا، والوالد ديالي ما صوتش مع الجزائر حيت مغربي وما بغاش يصوت، وانا فجتني الجنسيه من لا غروند انستانس دو بوردو دايرين مصطفى n'a jamais répudié la nationalité française. كاين ناسيوناليتي جاتك؟ شمن الناسيوناليتي اللي جاتك؟ فرنساويه، عندي فرنساويه. يعني نتوما كنتوا عايشين في بلاد فرنساويه ديك الوقت؟ ديبارتمون فرونسي بيان سور. انا مع، شوف ماشي انا، الناس ما عارفاش. انا كنقول كنعطيك حقائق. شوف واش الناس دابا كيتسائلوا كنتوا عايشين في الجزائر ولا كنتوا عايشين في فرنسا؟ حنا الجزائر ما عرفناها حتى 62. تخي بيان استفتاء. اوكي يلا دابا هذه باش نفهموها مزيان، ما عليناش. الوغ اسيدي قلنا لما اش من نهار تجراو عليكم بالضبط؟ النهار اللي جراو عليكم كان جو كخوا لو 13 ديسمبر، قول لو 14 لو 15 لو 16 اني عاقل مع جوج النهار هرسوا علينا الباب، ما كان خبرنا والو. اش قالوا لكم؟ الباب. اش قالوا حنا كنا لكم؟ ساكنين في ان كارتي ريزيدونسيال دون زين ريزيدونس ومعروفين، حنا ما كناش كنكاشيو تا مغربيه ديالنا. فرعوا عليكم الباب، شحال كنتي من واحد نتوما وشحال كان في عمركم؟ كانت اختي ماتت الله يرحمها بنت 57 وانا مرأة؟ جيت موراها 59. شحال كان عام؟ tu avais quel âge؟ vous aviez quel âge انت واختك؟ بليس كو 16 ans. زايد انا 16. لو 4 اكتوبر 1959 très bien، يعني ها بنت ولد زيد، هادو مراهقين. وكاين زيد اختي 61. مراهقه زيد. كاين واحد خويا 63. مراهق كاين زيد. في 65 راه دري. استاذ في الناظور. وكاين يلا. واحد اخر خويا ولد 67 خدام في وزاره الماليه. وكاين اخر واحد هو 69 شايب، وجوج ماتوا. وكانت نتوما معنا وليدات خالتي. صغار، وليدات صغار فرعوا عليكم الباب ودخلوا عليكم. دخلوا وكانت معنا خالتي مسكينه عمياء ما كتشوفش. الله يرحمه. ضريره لا باقيه معنا دابا راهي في الناظور عايشه، جا الزهايمر. فرعوا عليكم الباب. والباب زراف. شكون هادو اللي فرعوا الباب؟ البوليس. شوف الله يخليك، انا شي وحدين داروا مغالطات قال لك ما تيهمنيش، هضر على راسك الله يحفظك، اسمع لي. صافي على راسك ما تيهمنيش، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. لا انت دابا نتوما دابا دخلوا عليكم البوليس. لا البوليس هما اللي جاو عند الناس كاملين، عطاونا 10 دقائق ودو فاليز. لاحوا لكم لي فاليز؟ لا ما لاحوش، قالوا لنا جوج فاليزات جمعوا فيهم حوايجكم. نتوما يعني دراري صغار العمر ديال الوالد كامل كله خليناه تماك. نتوما وليدات صغار الله يرضي عليك، اشنو جمعتوا؟ بقيت انا عرفتي شنو بقيت حل فمي وتقشيره ما قدرتش نهزها، ما تيختش. انا جاني كوشمار في النهار بالنهار عباد الله. انا ما حسبنيش راني غادي داكشي يوقع ليا. انا ما بقيتش متيق، جاني كنت ناعس داير لاصياس كنحلم داكشي بالنهار كنشوف فيه. انا لدابا راه تروماتيزي. اوكي واخا لما جراو عليكم، لما طلعوكم جمعوكم تما غابيدمون، عطاوكم 10 دقائق، جوج باليزات لواحد، انت كتهضر عليها انت والعائله ديالك، جمعوكم فين داوكم؟ بلاتي وشنو عطاوكم تاكلوا، واش عطاوكم تشربوا؟ نتوما وليدات صغار، اسمع ليا ركز معايا فهادشي اللي غنقول لك. نتوما وليدات صغار، وحنا كنهضروا عليها، عطاوكم كومبوت تاكلوا، عطاوكم فروي تاكلوا. بلاتي السردوان لا سيكونس اللي زاد صدمتني. هبطونا هما عندهم الطوبيس كيقولوا له الترولي. هاد لي ديبورتي راه يعرفوا شنو هو الترولي، هو البيس. يا خويا طلعت انا صغير، طلعنا لقيتو عامر بالمغاربه. نعم. والبكا والرجاله صاحبي الدراري اللي زايدين في ال50 وداك الشيء كيبكيو بحال العيالات، جايبينهم تماك صحه
بمواتهم. واحد الراجل اللي باقي عاقل عليه راه مات الله يرحمه، واقف بالعكاز ما بقاش حتى يوقف. المهم داونا لاغونديسمون اللي تابعه لو كارتي ديال كومبيطا. قسما بالله انا ما داروليش لي زومبرانت وما داروليش لاغدواز، ولكن الوالد ديالي والناس اللي زادولت اللي كانوا شفتهم بعينيا، حيت انا بقيت حاضي شنو كيوقع لبا وما وداكشي. هذيك لاغدواز في ايماتريكولي، ومن تماك ملي كملوا الاجراءات مشي داونا شاطونيف. شاطونيف اكبر معتقل في عهد الاستعمار، كاين في الجي وكاين في اورون. العيالات داوهم في السيلونات اللي كانوا يجيبوا فيهم ديك الساعه في وقت الاستعمار. طوال الجزائريين كانوا يعذبوهم تماك، وشدوا العيالات والدراري الصغار كلهم داروهم في لي سيلول. عرفتي شنو؟ قسما بالله الغوات ديال الدراري اللي عشتو للكامل هما كيبكيو. لا تعاملوا معكم مزيان اخويا مصطفى؟ لا 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 انا ما شفتش الماكله من الغدا حتى الغدا ليه مع 8 د العشيه عاد تدخلنا الوجده حتى مشينا فتنا جوج بغال. انا راه دابا انا مصدوم. انا ملي جاو عصروا علينا اللي كامل بتنا واقفين في لاكوغ بحال دوك الناس ديال النازيه اللي حرقهم هتلر. والله الا حسابنا غادي نحرقنا بالله، ما حسابنيش انا غادي شكون هذا بعدا؟ شكون هذا؟ شكون اللي كيسحابكم نتوما؟ شكون اللي كان حاكم؟ كان الهواري بومدين. اوكي، هو اللي عطى لي زورت، بحيث هواري بومدين نظام شمولي اللي قالها. راه كانوا استغفر الله يا ربي سمحوا لي على هذه الكلمه، كانوا يعتبروه انه هو اللي كيامنوا به من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيعرفوا الله والرسول وبومدين. شكرا اخي مصطفى، تبارك الله عليك حبيبي، وعشنا معك شي شويه. انا ديما كنهضر على هذه القضيه واخا عندي شي خلافات مع الناس. ما كيهمنيش الله يرضي عليك، ما يهمنيش. واخا داكوغ. شوف انا الموضوع عندي هو نتوما كاملين. خلي ميلود ما تهبطوش الله يخليك. هذا هو. لا ميلود غاد صافي اوكي. شكرا اخي مصطفى. هو عاش القضيه مزيان 17 عام هو كيمشي ويجي وراه عنده دواصص مهم. اوكي اخويا، شكرا اخي مصطفى تبارك الله عليك. دونك غادي نرجع عند السي ميلود. سي ميلود الله يرضي عليك، دابا وصلنا للمرحله ديال السؤال ديال هاد المغاربه هادو شنو فاش كانوا كيخدموا؟ واش مشيتوا كتمدوا يديكم؟ واش مشيتوا كتخدموا في الفلاحه؟ واش مشيتوا عندكم يعني المتاجر ديالكم؟ واش بصح نيت نتوما اللي كنتوا هازين الاقتصاد الجزائري؟ واش بصح نيت نتوما ملي خويتوا الجزائر ضربتها تلافه؟ تفضل السي مصطفى. سي ميلود. شكرا. ربما السي رضوان من خلال كاع الشهادات اللي خديتها من الاخوان تيبين بانه المغاربه كانوا عندهم مراكز كبيره في الجزائر، حيث كاين اللي كانوا كيشتغلوا في الفلاحه، في الاقتصاد، في التجاره. كانوا عندنا حنا في الوثائق عندنا ناس كانوا في التعليم، كانوا في شركات، كانوا في شركات ديال البترول مثلا سوناتراك. اذا كانوا في مختلف الميادين. هادو ناس اللي كانوا كيشتغلوا في قطاعات حره. بطبيعه الحال